بعض النساء تسوى 1000 رجال. شوفوا هذا الموقف دي صلحت هذا المرح وهي من مارب، عملت موقف وسحبت جثثهم وحفظت سرهم وحفظت الأمانة لما سلمتها لعلي عبد الله صالح. بعض الناس يتجاهل بفعل النساء حرام يا بعض النسوان انها النسوين 1000 رجال. وهذا المرأة ما عاد دريت منين قال هي من حدد مارب او المهم انها من مارب. عاد العميد محمد سمران موجود بتأكد منين هي هذا المرأة. بس قصة لأول مرة تنشر وكيف بعدين اعتمدوا صورة علي عبد المغني وظهروها في الإعلام الرسمي وفي التلفزيون لليوم وهي مثبتة. قايد ثورة 26 سبتمبر ومؤسس تنظيم الضباط الأحرار علي عبد المغني هو من قرية المسقاه مديرية السدة محافظة إب. وعلي عبد المغني هو يعتبر المؤسس الحقيقي والدينامو المحركة لثورة 26 سبتمبر والذي قادها من السر إلى العلن، وهو أول شهيد في قيام الثورة، كله بقيادة حملة عسكرية إلى منطقة حريب في مارب لمواجهة الحشود الملكية التي استعدت الإعلان الحسن ابن يحيى حميد الدين إماما، وكلف بحملة عسكرية إلى حريب في مارب واستشهد هناك في 1962، يعني في بعد قيام الثورة بعدة أيام. وقصتنا اليوم هي قصة لأول مرة تنشر، يعني صورتها التي ظهرت للعلن، هذا الصورة الظاهرة اليوم لصورة علي عبد المغني، حكاني بقصتها العميد محمد سمران الزوبة من أصحابنا من قيفة، كان عسكري في مارب في الثمانينات. حكاني بالقصة شخصيا وعاده ما زال اليوم موجود وهو الآن في المهرة قايد لواء. كان في قال جاء موكب للرئيس علي عبد الله صالح في الثمانينات يوم زار الشيخ زايد سد مارب هو علي عبد الله صالح. قال أنا كنت ماسك النقطة حق مفرق السد في مارب، والموكب موكب الرئيس قد دخل قدهم في السد وماسك أنا النقطة. قال وتجي امرأة مرح عجوز جت لها النقطة تشتي تقابل الرئيس. قال منعوها الأفراد، منعوها، قالت انها ما بات تتحرك من هذا المكان لو قتلوها، انها تشتي تقابل علي عبد الله صالح. قال جيت لها عندها انا قلت ايش معش يا امي؟ قالت انا عندي امانه اشتي اسلمها للرئيس ولا بامشي من هذا المكان الا لا سلمتها للرئيس ولقيت الرئيس. قال قلت لها خلاص يا امي الموكب عاد هو داخل في السد ومبا يخرج الموكب وانتي سنبي هنا قدام النقطه والموكب بايوقف وانتي تكلمي الرئيس. قال خليتها تسنب في النقطة. قال لا مقبل الموكب وهي سنبت قدام الموكب والموكب وقف. نزلوا أفراد حماية الرئيس عندها ما رضيت تمشي من المكان، قالت انها تشتي تقابل الرئيس. صاروا العسكر كلموا علي عبد الله دعاها. قال وانا مسنب في النقطة هذا العميد اللي حاكيني بالسالفة هذا العميد محمد سمران الزوبة وما زال اليوم موجود وفي المهرة. قال وانا موجود في النقطة. قال مشت العجوز لا عند الرئيس سلمت عليه وقالت انا عندي امانة محتفظ بها من بعد الثورة من الستينات ولا حد داري بها الا انا، لانهم اخفوه حتى ما كان شيء موجود قبل علي عبد المغني ولا حد داري به، ولا لان الهواشم بعد ما اتقلقلوا في الجمهوريه اهموا تاريخ علي عبد المغني ولا اظهروا حتى في التاريخ ولا في الثوره ولا انه من قياده الثوره ولا اهموه. المهم حكت الرئيس قالت استشهد علي عبد المغني هو ولدي استشهد مع علي عبد المغني، وانا دي سحبت جثثهم وقبرتهم وخفيت قبورهم لا ينبشوهم الاماميين. ولقيت في جثة علي عبد المغني هذا المحفظة وهذا البطاقة ما هي شيء مثل اليوم، قال كان كرت كبير وسلمتها. قالت ومحتفظ بها من الستينات لليوم لا ما ألقاك، واليوم لقيتك وهذا من أمانتي لا أمانتك.
بزهن علي عبد الله صالح وقال رويني قبره وين هو، وطلعها معها طلعها السيارة ولفوا له عند قبره واظهروا قبره وطلعها معه صنعاء، وبعدين اظهروا صورة علي عبد المغني في التلفزيون الرسمي. بعض النساء تسوى 1000 رجال. شوفوا هذا الموقف دي صلحت هذا المره وهي من مارب، عملت موقف وسحبت جثثهم وحفظت سرهم وحفظت الأمانة لما سلمتها لعلي عبد الله صالح. بعض الناس يتجاهل بفعل النساء حرام، يا بعض النسوان انها النسوين 1000 رجال. وهذا المرأة ما عاد دريت منين، قال هي من حدد مارب او المهم انها من مارب. عاد العميد محمد سمران موجود بتأكد منين هي هذا المرة، بس قصة لأول مرة تنشر وكيف بعدين اعتمدوا صورة علي عبد المغني واظهروها في الإعلام الرسمي وفي التلفزيون لليوم وهي مثبتة. رحمة الله تغشى الزعيم علي عبد الله صالح، ورحمة الله تغشى على علي عبد المغني وقيادة ثورة 26 سبتمبر. والثورة قايمة ولا زالت تجري في عروق اليمنيين، وستبقى وستتجدد قريبا بإذن الله.